وأردت الدفاع عن إخواننا طلاب العلم من أهل السنة الذين ما زال الإباضيون يضايقونهم في مساجدهم. التوحيد وأهل وأقرباء ولحمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التحريش وبين هذا من عمل الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينكم. اليوم هناك من يثير الفتنة، أصحاب الأهواء يريد أن يثير الفتنة، فحينئذ لا نأمن من يخرج بهذا الفكر وهذه العقلية، وقد حذرنا الله جل وعلا عن الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، لأن الفتنة إذا وقعت شملت، فلذلك يجب على المسلم أن يضبط نفسه ولا نريد هذه الفتن، فلنتنبه ونقطع الطريق على أصحاب الفتن، فهؤلاء لا يعيشون إلا في الفتن، مأجورون مرتزقة يدفع لهم لإثارة الفتنة، شأنهم شأن تجار المخدرات، لا هم لهم إلا أن يأخذوا الفلوس، حتى لو أفسدوا، حتى لو قتلوا، حتى لو ما تربوا الأسرة، حتى لو تفرقت الأسرة، حتى لو طلق الرجل امرأته، المهم يحصل على المال. وهكذا هؤلاء الذين يدفع لهم مما يسمون بالذباب الإلكتروني لإثارة الفتنة للمقابل، فقط ليأخذ الفلوس، الدينار والدرهم، لا يهمه لا دين ولا دنيا. وهذه الفتنة إذا وقعت فإنها تضر بنا جميعا، لا يستمنها حتى الذي يثيرها. فلذلك نتقي الله عز وجل ونحاسب أنفسنا، ولا نخوض في هذا الكلام الخبيث المنحط الذي يثير الفتنة، لا نسب أحدا ولا نريد أن يسبنا أحدا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة، فأسأل الله جل وعلا أن يبقينا أخوة وأن يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأطلب منكم ومن كل أخ أن ينشر هذا الكلام، لعل الله عز وجل أن يسد به بابا من أبواب الفتنة. وأردت الدفاع عن إخواننا طلاب العلم من أهل السنة الذين ما زال الإباضيون يضايقونهم في مساجدهم، فلا يسمح لهم بإقامة المحاضرات والدروس التي تدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويحاولون بشتى الطرق الاستيلاء على مساجد أهل السنة وتعيين وكلاء إباضية عليها، ولو كان المتبرع لبناء المسجد سنيا. وقد يحدثون نزاعا على بعض المساجد فيتم هدمه درعا للفتنة ولا يترك لأهل السنة، وقد يحدثون نزاعا في بعض المساجد فيتم هدمه درعا للفتنة ولا يترك لأهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التحريش وبين هذا من عمل الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينكم. ولذلك قلت فيما سبق أن بلغني أن مسعود المقبالي كان سنيا فصار إباضيا، فصححت لي الأخبار، ما كان سنيا، كان صوفيا، كان صوفي، والصوفي ليس بسني، لأن أصلا تقسيم الناس قسموا إلى قسمين: أهل سنة وأهل بدعة، أهل سنة وأهل بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التحريش وبين هذا من عمل الشيطان. وللعلم، عمان تنقسم إلى عدة محافظات، منها الباطنة وهي ثاني محافظة من حيث التعداد السكاني بعد محافظة مسقط، ومسندم في الشمال، وظفار في الجنوب، والبريمي والجنوب الشرقية والوسطى. وعامة أهل هذه المحافظات من أهل السنة والحمد لله، وبعض المحافظات فيها أهل السنة مع الإباضية بنسب متفاوتة ومتقاربة في مسقط والشمال الشرقية والظاهرة. وأما الداخلية فعامتها إباضية. والسنة بشكل عام يشكلون النسبة الأكبر في التعداد، يليهم الإباضية ثم الشيعة، وهي الأقلية بنسبة لا تتجاوز 5%، وعامة متجنسون وليسوا عمانيين، ويتمركزون في مطرح والخابورة وصحار، ولهم مشايخهم ودروسهم ومآتمهم، بل ومراجعهم ومساجدهم الخاصة ومؤسساتهم الخيرية، وإدارة خاصة في الأوقاف الجعفرية، ويستقطبون الخطباء والعلماء الشيعة من إيران والعراق والبحرين دون أي مضايقة من الإباضية، خلافا لما يفعلونه بأهل السنة، إذ لا يسمح لهم باستضافة علماء من أهل السنة لنشر التوحيد
والعقيدة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التحريش وبين هذا من عمل الشيطان. وإنما يأتون بالثوريين ممن هم على منهج الإخوان المسلمين أو فرقة التبليغ والأحباب الصوفية على أنهم يمثلون أهل السنة ويظهرون التسامح مع أهل السنة، وقد كذبوا، فلا يأتون إلا من هو على شاكلتهم في الفكر الخارجي أو الصوفي أو الشيعي، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينكم.